بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيد رئيس المجلس العلمي، السيد مدير الثانوية أبي القاسم الزياني، السادة أعضاء المجلس، السادة الأساتذة مؤطر هذا النشاط، السادة أعضاء آباء وأولياء التلاميذ، أبناء التلاميذ والتلميذات، يسعدني أن أتكلم حول هذا الموضوع الذي اخترتموه، ألا وهو التلميذ والتربية على القيم. فكلمة التوجيهية يعني أن أول شيء هو مفهوم القيم، ماذا يراد بالقيم؟ فالقيم هي أخلاق تنشأ في الإنسان، هذه الأخلاق تنمو معه لتصبح عادة راسخة عنها تصدر جميع أفعاله. هذا الإنسان منذ نعومة أظفاره عندما يكون ويخرج الطفل إلى هذا الوجود، فالمرحلة العمرية الأولى للإنسان هي أهم المراحل التي تعد أو تكون هامة في غرس هذه القيم، ثم تليها مرحلة الطفل أو خروج الطفل إلى المجتمع، مرحلة المراهقة. نعم، هذه المراحل كلها يتعلم منها الإنسان قيما من حيث النظافة، الصدق، الأمانة، النظام، بر الوالدين، صلة الرحم، المحافظة على البيئة، الصداقة، التفوق. نعم، هذه كلها قيم ينبغي أن تكون في داخليتنا. نعم، لكن مجموعة من الناس تعترف بهذا ولكنها تحمله بمغالطة، مثل القولة التي نقول بالدارجة: اسأل المجرب لا تنسى الطبيب. تنقول اسأل المجرب لا تنسى الطبيب، وهذا خطأ. فالمقولة الحقيقية هي اسأل المجرب لا تنسى الطبيب، لا تنسى هكذا، ماشي لا تسأل الطبيب. قرأ يعني ووصل إلى مستوى ينبغي أن يعتمد يعني مجهوده. فهذه يعني قس على هذا كثير من المسائل. نعم، وأعلى هذه القيم هي الإخلاص والصواب. الإخلاص لله تعالى، أن تجعل هذه القيم لله تعالى، لا تبتغي بها شيئا آخر غير الله تعالى، فإن كنت كذلك فستحمد عقباك. كذلك الصواب، يعني أن هذه القيم تكون وفق ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإخلاص والصواب. نعم، هذه القيم أيها الحضور الكريم هي ليست حدا لحرية الإنسان عموما. هذه القيم التي فرضها الله علينا ليست حدا لحرية الإنسان، بل هي ضمان لسلامته. نعم، هي ضمان لسلامته، مثل عمود الضوء، هذاك الستور ديال الضوء، يعني تنشوفوا واحد اللوحة مكتوبة فيه يعني خطر الموت، يعني عندما تجتاز يعني في تعلقك لذلك العمود فستجد يعني الكهرباء، ستجد سلك الضوء وهو في درجة عالية من الفولتات فسيقتلك. هذا ليس يعني هذه القيم ليست حدا لحرية الإنسان، بل هي ضمان لسلامته. نعم، وهناك كثير من المسائل نعم تختلف هذه القيم باختلاف المرحلة العمرية، فينبغي لكل مرحلة، لكن أهم المرحلة هي مرحلة الصغار، حيث تغرس هذه القيم وهذه الأخلاق وتنمو مع الإنسان طيلة حياته. فأشكر كل من ساهم ويساهم بمثل هذه الأنشطة،
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.